لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. استاد ملعب حسين آيت أحمد اللي بيحتضن هذه المباراة. الجزائر بالأخضر، بوتسوانا كما نرى بالأبيض والأزرق الفاتح. وسريعا إلى تشكيلة المواقف الفريقين. أولا الجزائر طبعا في الصدارة برصيد 15 نقطة في هذه المجموعة، في المجموعة السابعة. كما نرى التشكيلة، تشكيلة الخضر أمامنا على الشاشة بالتشكيلة الكاملة، بالتشكيلة الأساسية اللي بيبدأ بها المدرب فلاديمير بيتكوفيتش البوسني. اختار هذه الأسماء لانطلاقة هذه المباراة. سنستعرض بالطبع التشكيل المباراة. هدف مبكر هيفرق وتطلع تبقى رمي التماس. ادي الهجمة الأولى والماضي طبعا، وكان البداية اللي أصيب فيها بن طالب وبيتم اللقاء. ادي كرة تاني عرضية، مين يقابل جول؟ لا مرة أخرى، وادي التمريرة كان هيروح أمين جوير. ادي كرة في منتهى الخطورة، جندوز كان طالع وبيحاول ان هو يقفل، او كان معاه كمان موداوي مرة أخرى بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب المرة دي. وانطلاقة من الجهة اليسرى، لو ظبط ما ظبطش من ناحية الشمال اهو في الجانب رياض. حاول يعمل 1-2 مرة أخرى من جويري إلى يا ولد، وادي بن سبعيني تحديدا فيلابي ده كوبا نجح ان هو ياخدها. مشي عدوا فعل، لكن ايضا لا جديد بشماله رياض يلفها عاليه على القائم البعيد. ثاني رينوفا بيزو. ادي الخطا والله فيها تدخل، ما لهاش علاقه ان هو نجح في الحصول، ده موضوع تاني. ان هو نجح يلعبها جميله ناحيه اليمين لكن بعيده شويه من هشام. حسام عوار بعيده قوي حراء كورة بيلعب النهارده. ادي الكرة والتسديدة والمتابعة كان هي جويري لعبها في اتجاه المرمى، سوانا في هذا الشوط حتى الآن ستسيري رقم 17 ده لكن طبعا خد قرار التسديد واستلم، لو راح لكن فوقه كرة بيبص للكرة ورايح، وخرج الحارس. 2026 القارة الأفريقية 14 يسعوا للعودة للحدث. رامي يوزع مورا، وطبعا رياض كان موجود في 2004. الأمين عمورة يصعد فوق الجميع، يرتقي وأي ارتقاء، خرج مصابا وعاد مباشرة. حسام عوار بن سبعيني عدى لكن سجل التعادل، يجد الشباك اهو. ادي الكرة، كوبيلانج بالفعل رقم 20 بيسجل تاني أهدافه الدولية فقط في مسيرته مع مرة تاني عيسى مندي. عالية رياض تتلعب عالية رياض وسجلوا هدف، لكن لسه بدري اهو. ادي الكورة ورد بقى الأمور بعد كده، يعني سيسيني انذار والجذب والزق ادي رامي اهو اللي فاتت 2024. رائع، عرضية تتلعب داخل منطقة الجزاء. هشام القائم ينقذ المرمى. جندوز في حراسة المرمى الجزائري في هذه اللقطة ركنية تتلعب عالية لكن يبعدها هشام بوداوي. توجاي أمامية في العمق يقدم بن سبعيني، الكل متقدم عالية ورأسية ويلعبها عالية. اظبط تتلعب الكرة وزحرت النهاية للشوط الأول المثير بالفعل قدات يعني. ادي كوره تاني في اتجاه المرمى، حاول ان هو يلعبها بليس. نشوف ادي كوره تاني حسام، ضربه ركنيه عاليه تتلعب والمرمى سيولد اخطاء، وادي خطا لكن فوق لمعه عاديه لن تكتمل ان شاء الله. ادي الكوره، لكن شوف الهجمه الاخيره دي يعني بوليس الايراني، لكن اللي كان صاحب المشكله الشهيره في الشوط الاول الجزائر. هذه الكرة 17 اليوم في هذه الليلة المنتخب الجزائري، ومش عارف هل بيتكوفيتش يعني باروتي يلعب الكرة عالية داخل منطقة النجاح. أيضا حسام ورياض وجويري يلعبها في الجانب الأيمن، انطلاقة من يوسف، يظبط يوسف على الأرض عالية داخل منطقة الجزاء.
يعيد التقدم لمحاربي الصحراء. تلقى انذار طبعا بعد ما احتفل بخلع القميص وخلع الفانيلا، لكن الفرحة كانت كبيرة. لكن شوف العرضية بقى، بص شوف العرضية وخلف الكرة، وهدف رائع رائع. كل الخطورة اللي نزل يبقى في الدقيقة 72.